سألت نفسك في يوم السبب في كل التأخير اللي بيحصل في حياتك ده ايه؟ ليه لما بتدعي كتير بتحس ان مفيش استجابة؟ ليه لما بتتعلق بحلم او دعوة بتلاقي الطريق ليها بقى بعيد معقد مليان مطبات؟ ليه الوقت بيطول والدعاء بيتكرر والقلب بيتعب؟ هل هو غضب؟ هل هو رفض؟ ولا في حكمة احنا مش شايفينها؟ ربنا قال إني أعلم ما لا تعلمون، ودي مش بس جملة، دي وعد إن كل تأخير وراه علم، وراه ستر، وراه خير كبير. في مرة كنت بدعي بحاجة من قلبي واستنيت بس مفيش حاجة بتحصل. عدت شهور وساعات قلبي تعب من الانتظار، لكن لما رجعت لنفسي فهمت إن ربنا كان بيجهزني، كان بيبعدني عن حاجة أنا شايفاها خير لكنها كانت وجع متغطي بحلم. التأخير مش دايما اختبار، التأخير أوقات بيكون علاج لثقة مهزوزة أو قلب محتاج يقرب أكتر من ربنا. عارفة يعني إيه ربنا يحبك؟ يعني يحوش عنك اللي انت عايزاه ويقدملك اللي انت محتاجاه. يمكن انت شايفة الجواز اتأخر او الشغل بعيد او الحمل لسه مجاش، بس يمكن ربنا شايف ان في وقت معين وشخص معين وظرف معين هيكون هو الخير ليكي في الدنيا والدين. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل تأخير فيه تأديب وتهذيب وترتيب. في ناس اتأخروا سنين وبعدها ربنا عوضهم بحاجات هم نفسهم أدركوا إنها لو كانت جت بدري كانت هتضيع منهم أو كانت هتضيعهم هم نفسهم. فاسألي نفسك النهاردة بدل ما تقولي ليه يا رب، جربي تقولي علمني يا رب، علمني الحكمة، علمني الصبر، علمني استنى وأنا واثقة. وكل ما تتأخري افتكري يمكن اللي جاي مش عادي، يمكن التأخير مش تأخير، يمكن هو توقيت رباني معمول ليكي مخصوص. طيب أعمل إيه؟ أفضل بقى أنا كده حاطة إيدي على خدي ومستنية الكون يتحرك من حواليا؟ لا طبعا مش هنعمل كده. أمال هنعمل إيه؟ هقولك بقى على 5 خطوات تركزي فيهم قوي وتخلي بالك فيهم معايا، وشوفي بقى حالك هيتبدل ولا لأ. أول خطوة وعايزاكي تركزي فيها قوي، عايزاكي تحاسبي نفسك بصدق. هل في ذنب مستمر في حياتك؟ في تقصير؟ في تساهل ومحتاجة تصححيه؟ ابدأي وحاسبي نفسك وطهري قلبك من الذنوب، لأن البداية الصح بتبدأ من هنا. رقم 2، ارجعي بقى لربنا بجد، مش مجرد دعاء من لسانك، لأ، من قلبك. صلي قيام ليل، ابكي بين ايده، قولي يا رب أنا محتاجة لك. عمر ربنا ما بيتخلى عن حد لجأ له أبدا. رقم 3، نظفي نيتك وأفعالك، يعني خلي نيتك دايما صافية وأفعالك موافقة ليها. يعني مش نيتي صافية بس، لأ، لازم أفعالي كمان تكون زي نيتي بالظبط. مش كل نية طيبة كفاية، لأ، لازم أفعالي كمان تكون موافقة لنيتي علشان تبقى توبتي صح ورجوعي مقبول. رقم 4، ابدأي بخطوة مهما كانت بسيطة. أي شيء نفسك توصلي له خدي فيه خطوة كل يوم حتى لو كانت صغيرة، المهم إنها تكون مستمرة علشان أقول لربنا يا رب أنا بسعى زي ما أنت عايز مني بالظبط. رقم 5، خلي عندك دايما حسن ظن بربنا. الخير جاي بس على ميعاده، وربنا عمره ما نسي عبد قاله يا رب. وافتكري دايما إن التأخير مش نهاية، التأخير ممكن يكون بداية جديدة، بس لازم تبدأيها بإيدك. في ناس كتير بتفتكر إن التأخير في حياتها حظ وحش أو نصيب متأخر، بس الحقيقة ربنا ما بيأخرش إلا الحكمة، وما بيمنعش إلا ليعطي. يمكن تأخيرك ده إنقاذ، ويمكن منع ربنا ليكي كان ستر عظيم. بس لازم نسأل نفسنا، هل أنا فعلا مستعد؟ هل أنا عامل اللي عليا؟ ولا أنا قاعد أستنى اللي مش هيجي وأنا في نفس مكاني مش بتحرك؟ علشان التأخير يزول لازم أتحرك، أسعى وأعمل اللي عليا وأعمل اللي ربنا عايزه مني. وقتها بس هتبدأي رحلة التغيير. لو شايفة بقى ان الفيديو ده لمس قلبك من جوه وغير حاجة فيكي، ياريت لايك علشان ينتشر ويوصل لأي حد محتاجه،
وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.